السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم بخير ان شاء الله يا رب. النهاردة جاي اتكلم كلمتين يا جماعة في السريع كده واقول لكم معلومتين. يعني تلات ارباع الناس بتسألني على المعلومة دي، فانا داخل مخصوص عشان اقول المعلومة دي. يعني الفيديو مش هيكمل ان شاء الله معانا دقيقة او دقيقة ونص بإذن الله. الناس كلها يا جماعة دلوقتي بتسألني على موضوع دي اللي هو بتاع بسكويت العيد، كل عام وانتم بخير. بيقول لي استخدم ايه، دي ايه وما استخدمش دي ايه. فانزل لك كذا نوع دي، هتلاقيه رخيص وهتلاقيه في نفس الوقت ايه كويس جدا معاك في البسكويت او الكعك او الكلام ده، او كل النواعم اللي انت هتعملها في موضوع البسكويت والكلام ده. فكل اللي انا شايفه دلوقتي وهنزله لك دلوقتي جنب مني كده، ده تستخدمه عادي وهتلاقيه عند اي عطار ورخيص. هتلاقي جودته حلوه في البسكويت بالذات، لان البسكويت ما بيحتاجش عرق كتير، يعني ما بيحتاجش عرق جديد. زي ما انت شايف كده جنبي كده الانواع دي هتشوفها كذا نوع اهم. النوع اللي هتلاقيه عند العطار موجود استخدمه عادي وكويس، وهتلاقيه معاك حلو ومش هيتعبك في الشغل، وهيطلع معاك في نفس الوقت طعم حلو. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، خدوا سكرين لو عايزين تاخدوا سكرين وشوفوه، وهيعجبكم جدا والله. ممكن تستخدموه في اي حاجة تاني في البيت بس بعيد عن الفطير. يعني بعيد عن الفطير، استخدمه في اي حاجة تاني بعيد عن الفطير، مش شرط البسكويت ولا الكعك ولا الكلام ده. عايز تعمل كيك، عايز تعمل بيتزا، عايز تعمل اي حاجة تاني بس بعيد عن الفطير. كل انواع دي استخدمها عادي عندك وهتطلع معاك شغل مظبوط. يا رب اكون فدتكم في المعلومة الصغيرة دي وما طولتش عليكم، وكل عام وانتم بخير. واللي محتاج اي حاجة انا تحت امره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.